الجيش الوطني هي على تحالف واضح الميليشيات الحوثية الإرهابية أو ميليشيات داعش الإرهابية. نحن نعرف جميعا أن اللواء الذي تعرض للهجوم اليوم مم. هو نفس اللواء الذي أوقف شحنات الأسلحة التي كانت بصدد وصولها إلى ميليشيا الحوثي في تعز. المعذرة بس في صوت في صدى يتردد، لو يتم ضبط الصوت. اوكي، ضبطنا. تفضل تابع لو سمحت. أوكي. فيعني المؤشرات الأولية تؤكد بأن هذا اللواء الذي تعرض للهجوم اليوم هو أحد الألوية التي شاركت في ضرب هذه الميليشيات الإرهابية والخلايا النائمة التي تدمر أمن عدن أو التي تواصل صناعة مسلسل دموي في عدن. أيضا هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الانفجار. هناك قلة في خبرة الأجهزة الأمنية الحديثة في عدن، وهذا واضح. يعني نحن نعرف جميعا أن عدن بعد سقوطها بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تم تدمير كافة الأجهزة الأمنية، وأصبحت عدن يعني اليوم في أيادي أمنية حديثة عهد. وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عندما انسحبت يبدو أنها يعني تركت أماكن يعني مليئة بهؤلاء الإرهابيين الذين يعملون لصالح الحوثي والمخلوع صالح تحت عناوين متعددة، تحت نعم. إطار داعش، تحت إطار بس القاعدة. هون استاذ ياسر، ولكن هناك يعني هيدا خلينا نعم. كمان نضع النقاط على الحروف. يعني طب معقول من كل القيادات اللي تركت يعني الآن تعمل مع الجيش اللي هو الجيش الشرعي، ولكننا تعرف طبعا أعضاء ومجموعات وأساليب كثيرة للجيش اللي بيقاتل مع صالح الآن، معقول ولا أحد منهم يعرف هذه الخطط، يعرف شيء عن المعلومات المتعلقة بهذه المجموعات في عدن، خاصة وأنه كمان الضربة ليست فقط هي موجعة، هي فيها كثير من الرسائل للحكومة للسلطة الشرعية في أنه استهدفت تجمع للمجندين. بالتأكيد، يعني لو تلاحظي أن ما حصل اليوم في عدن هو أنا أعتقد يأتي بعد نجاحات كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية في عدن وقوات الجيش الوطني في الجنوب بشكل عام. قوات الجيش الوطني قبل أيام تمكنت من تحرير واستعادة محافظة أبين الملاصقة لعدن. تلقت الجماعات الإرهابية ضربات قوية قام بها الجيش الوطني. أيضا في عدن تمكنت الأجهزة الأمنية المحلية من ضبط عشرات الخلايا التي كانت تقوم بالإعداد لعمليات إرهابية. عندما تتلقى هذه الميليشيات الإرهابية ضربات من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقوم بردة فعل، وهذه ردة فعل، لكن كان من المفترض أن يتم يعني التنبه لهذه ردود الأفعال الإرهابية الجبانة التي تريد أن يعني تنتقم بقوة نتيجة الضربات القوية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني. ولكن أعتقد أيضا على القوات الأمنية والقيادات العسكرية على تفعيل مبدأ المحاسبة في محاسبة من يقصر أو يتسبب في وصول هؤلاء الإرهابيين أو نجاح هذه العمليات. لابد من تفعيل مبدأ المحاسبة. أنا أحيي الأجهزة الأمنية أو اللجنة العسكرية في مأرب اليوم قامت بتشكيل لجنة لمعاقبة كل من يتسبب أو يقصر في حماية المواطنين، خصوصا بعد أنباء عن تهريب بعض الأسلحة من معسكر العبر إلى ميليشيا الحوثي. وتمكنت قوات الجيش الوطني من ضبط هذه الأسلحة قبل وصولها إلى ميليشيا الحوثي. وقامت اللجنة الأمنية بتشكيل لجنة وإحالتهم إلى القضاء العسكري من تسببوا أو قصروا في حماية أو يعني التغاضي أو وصول هذه الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. نحن في اليمن في حرب مع الإرهاب بوجهيه، الإرهاب الإيراني الداعشي والحوثي، وأنا أعتقد نحن في مرحلة حساسة، وعلى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية أن تتنبه لذلك وأن تكون على مستوى المسؤولية وأن يتم محاسبة كل من يقصر في حماية أرواح المدنيين. نحن اليوم أمام مجزرة حقيقية، هناك أكثر من 60 شهيد وعشرات الجرحى. هؤلاء الذي خرجوا للالتحاق بالجيش الوطني بالتأكيد كانوا أهاليهم ينتظروا أن يعولوا هذه الأسر. هناك اليوم 60 أسرة مكلومة، يعني أبنائهم فقدوا أرواحهم نتيجة هذا التسويف. لابد من التركيز ويعني الجاهزية العليا في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن. هي تتعرض لمؤامرة كبيرة جدا، ويجب على الأجهزة الأمنية أن تكون بقدر المسؤولية التي يعني تحتلها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية. أستاذ ياسر، خليني استغل بعد عندي دقيقتين مع حضرتك لو سمحت نتحدث عن الأوضاع الأخرى. يعني هذا التفجير حصل للأسف بهذه الحصيلة المؤلمة، ولكن المعارك تستمر وتشتعل خاصة بمحيط صنعاء. ماذا يمكن أن نفهم عن هذه المعارك؟ المعارك في صنعاء تستمر بشكل إيجابي. صراحة استراتيجية الجيش الوطني في هذه المعركة
الطويلة المدى تحقق نجاحات يومية، لا يمر يوم دون أن تخسر ميليشيا الحوثي عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية. نحن نعرف أن مديرية نهم مساحتها كبيرة جدا، وأكبر مساحتها أكبر من العاصمة صنعاء وأكبر من مساحة العاصمة المؤقتة عدن. هذه المديرية ذات الجبال المرتفعة والوديان والشعاب الكبيرة قامت ميليشيا الحوثي بزرعها بالألغام ونشر القناصة في كل هذه الأماكن، ولكن الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة. نحن نعرف جميعا أن موقع هذه المديرية موقع استراتيجي، من يسيطر على هذه المديرية يسيطر على البوابة الشرقية لصنعاء، وتستطيع أن تحاصر صنعاء من جهة أرحب، من جهة بني الحارث، من جهة مطار صنعاء. فسقوط أو استكمال تحرير مديرية نهم شيء استراتيجي للجيش الوطني، وعلى ما يبدو بأن القوات الشرعية مصرة على استكمال تحرير واستعادة هذه المديرية المهمة واستعادتها إلى أحضان الشرعية، كي تتمكن القوات الشرعية من دخول صنعاء من أحد البوابات أو القلاع الرئيسية لصنعاء التي تحتمي بها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي اليمني السيد ياسر الحسني، كنت معنا من الرياض. أشكرك على هذه المشاركة معنا. ومشاهدينا، نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من حدث اليوم، بس أريد أن أشير قبل أن نتابع بعض الأخبار اليمنية، أريد أن أشير إلى الخبر العاجل بين نقلا عن البيت الأبيض للاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي باراك أوباما في 4 سبتمبر المقبل على هامش قمة